السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد متابعي الكرام. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وسلام. وهذا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله وبسيطه حلوه كتوجد في دقائق معدوده. حلوه دوزتاي بنكهه الليمون لعشاق الليمون. كتكون سهله، والاهم انها بنينه وغادي تنال الاعجاب ديالكم. انا متاكده. غادي نخليكم مع المكونات والطريقه ديال التقديم. وندوز معكم المكونات اللي غادي نحتاج لهم: جوج بيضات، عصير نصف حامضه الى حامضه كامله على حسب الحجم ديالها، مبشور الحامض، وغادي نحتاج معكم نصف كاس من الزيت النباتيه، ونصف كاس من السكر، وكاس مملوء من الكوك نتوما على حسب الرغبه ديالكم، بغيتو تحمروا او لا تخليوه كما هو. والدقيق يكون على حسب المكونات ولا على حسب الخليط، مع واحد الساشي ديال خميره الحلويات اللي تقريبا فيها واحد 13 غرام. غادي نبدا اولا بالبيض اللي غادي نحاول انني نخفقه مع الزيت النباتيه. ولتصحيح الذوق ما فيها باس نديروا واحد قبيصه ديال الملحه، انا ما ضفتهاش. بالنسبه لنصف كاس ديال الزيت، راه نصف كاس، زيد عليه واحد شويه، مع كذلك السكر نصف كاس ايضا، زيد عليه شي شويه. انا هاد الوصفه بغيتها تجيني ناقصه شويه حلاوه. هادشي اللي كاين. غادي نحاول نخلط هذاك الزيت مع السكر اللي عندي، نضربهم مزيان حتى كينسجموا وكيتغير لي اللون ديال البيض. ثم عاد غادي نضيف باقي المكونات، غنضيف مبشور ديال الحامض، ثم غنضيف عصير الحامض، وغادي نضيف ايضا هذاك الكوك. بالنسبه للكوك نتوما ممكن تضيفوا الكميه، ممكن تقللوا الكميه. انا درت كاس مملوء، ممكن تضيفوا غير نصف اللي ما كيبغيش النكهه ديال الكوك بزاف، ولكن راه كتجي رائعه رائعه جدا. غير جربوها وما غاديش تندموا. من بعد غادي نضيف الخميره ديال الحلويات. من الاحسن اننا هكا نخلوها في الباسواغ هكا باش ما كيبقاوش دوك الكريات ديالها. بالنسبه لخميره الحلويات نحاولوا اننا نديروا الكميه تكون قليله باش هكا ما تنفخش لينا هذيك الحلوه بزاف، لانه الحامض والخميره الحلويات غادي تنفخها لينا بزاف. غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه اكيد من بعد ما غربلته حتى هو. وغادي نستمر انني نجمع هذه العجينه ديالي. هنا القوام ديال العجينه ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ما خصهاش تكون خفيفه بزاف. المهم قوام ديال الصابلي، يعني كلنا كنعرفوا نديروا الصابلي، كتكون يعني شاده راسها، ماشي يعني خفيفه وماشي قاصحه. هنا لاننا عاجين بالزيت، لو اننا عاجنين بالزبده فاكيد راه القوام غادي يتبدل اكثر. فكما كتلاحظوا فحاولت انني ما نقطعش هذا التصوير. العجينه كنجمع غير هكا، غير برؤوس الاصابع ديالي وصافي، كنبقى حتى كنجمع الحواف ديال داك الاناء اللي انا عجنت فيه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا تقريبا استعملت هنايا جوج كيسان ونصف. انا عندي راكم شفتوا الكيسان، يعني تقريبا كيعادلوا كؤوس ديال العنبه، واخا هما شويه صغار على كؤوس العنبه. كما لاحظتوا معايا فهذا هو القوام اللي حصلت عليه في الاخير. كتكون هكا عجينه متماسكه وصافي، ما بدون اي اضافات. كنجمعها وكنخليها على جنب. كنجيب الصينيه اللي غادي ندخلها للفرن ديالي، وغادي نجيب الكوك اللي غادي نستعملو في التزيين. فالكوك هو اللي غادي يزيد يعطيها جماليه هذه الحلوه هذه. فغادي نحاول انني نكورها غير بيديا كما كتشوفوا. واذا كانت هذه العجينه هذه ما غاديش تلصق ليا مثلا مع داك الكوك، فيستحسن انني نضيف هكا شويه ما زهر او لا بيض البيض، ومن الاحسن نديروا غير ما زهر، غيكون افضل.
صافي. والكرات اولا التشكيل اولا الشكل ديال هذه الحلوه هذه فكيبقى على حسب الذوق ديالكم. ما يعني بغيتو ديروها دائريه، بغيتو ديروها كرويه، بغيتو ديروها على شكل هلال، نتوما والرغبه ديالكم. فانا جاتني هذه اسهل طريقه ممكن نديرها، وهكذا التشكيل تا هو كيجي زوين ما به شيء. صافي كنبقى كنستمر على هذه العمليه هذه، كندهني يديا بشويه ديال المزهر وتندير هكا كرات تيكونوا متساويين. صافي وكنديروا في الكوك، كنمرمدها كلها في الكوك ونحطها في الصينيه. من بعد ما ساليت الكميه كلها، بالنسبه ليا الفرن كنت شاعله من قبل لان عندي فرن كهربائي، كنشعلوه من الفوق ومن التحت. ملي كندخلوا الحلوه الفران فقط كنشعلوا عليها من التحت وكنخليو وكنطفيو الفوق حتى كتبدا تتحمر ليا من التحت، عاد كنشعلوا الفوق باش كتكمل التحمار ديالها، لان الكوك دغيا كتشد فيه الحراره. اذا كنشعلوا من التحت وكنخليو حتى كطيب وكيبان الشكل ديالها. عاد كنشعل عليه الفوق تقريبا واحد 2 دقائق 3 دقائق بيد ما كيتحمر هذاك الكوك وكتشد اللون ديالها، وتيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي يعني هكا جميله وبنينه. وبالنسبه ليا في هذا القوام ديالها فراه كتكون هشيشه بزاف. لاحظوا معايا غادي نحاول انني نفرتها، فكتجي كتفرتت يعني ما نقولش لكم صراحه غير هذا القوام هذا راه كافي انه يبين لكم هذه الحلوه كي دايره. كنتمنى ان الوصفه ديالي اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتقدموها هكا لضيوفكم، راه كتوجد في دقائق معدوده جدا. بالنسبه اللي كيجيوهم ضياف ديال الغفله مكوناتها بساط جدا وما فيهمش شي مكونات كثار، وحتى الطريقه راه سهله جدا. كنتمنى يكون الفيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. نتمنى نلقاكم ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى. وايضا نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم والارشادات ديالكم وشنو كتبغيو انني نقدم لكم كنصائح. هكا نكون دائما على تواصل معكم.